ايه التصميم الغبي ده الهندسي؟ فكرة. انا هعمل حلقة عن اغبى التصميمات الهندسية في العالم. ازيك يا عبقري؟ حلقتنا النهاردة مميزة عشان هنتكلم عن اغبى التصميمات الهندسية في العالم، وهنشوف النهاردة حاجات غبية فيها فعلا، هذا حرفي، وهتشوف ردة فعلي عليه. ومع اول تصميم انا مش عارف اقول ايه الصراحة، ومش عارف مين اللي فكر فيها الصراحة، يعني حاجة غبية اوي. هو ده ايه ده؟ يعني احنا هنطلع ازاي؟ يعني انا عايز افهم دلوقتي. انا ترى هنط اتشعلق كده على الناحية التانية، ولا ايه؟ انا مش فاهم وليه فكرت فيه يعني. عايزين منشن كده المهندس اللي فكر في التصميم ده. تاني تصميم بقى هو نفس تقريبا المهندس اللي بتاع التصميم الاول، هو بقى عمل التصميم التاني. هو شغال ليه؟ انا عايز افهم، انا مش فاهم. طيب هو ده ايه ده بقى؟ ما انا برضه انا هبقى عايز افهم حاجات كتير قوي في الحلقة دي النهاردة. انا مش فاهم كده، يعني ايه ده؟ عين عليك والله، عين عليك، انت مش فاهم اي حاجه. انت مش فاهم اي حاجه. طالع فين؟ اي السقف اتخبط. ايه ده؟ هنروح على فين احنا يعني؟ فين اللي طالع؟ في التصميم التالت انا بتحداك، لو انت راجل ابوك راجل اطلع البلكونة. تسألني ليه؟ اهو ده. شفت ليه؟ يا ايه ده؟ هنطلع ازاي؟ انا عايز افهم، عايز اعرف. هنطلع ازاي السلم البلكونة قصدي؟ مش فاهم الصراحة يعني. انت عندك بلكونة، بس لو راجل اطلعها بقى. مش فاهم، فكر فيها ازاي دي. التصميم الرابع بقى هو من مهندس بيكره الأطفال. أنا حللتها وما لقيتش غير كده. هو مهندس بيكره الأطفال، أو بيخطف الأطفال. هو عايز حاجة من الأطفال، هو في مشكلة معاه ومع الأطفال. أنا مش فاهم إيه ده. آه، إيه بقى؟ يعني الزحلية رايحة، ده إيه ده؟ نزحلق فيها البطاطس يعني؟ هي من فوق لتحت كده وتنزل لنا بقى مقطعة بطاطس محمرة بقى، ولا ايه؟ مش فاهم. ما هو انا ما لقيتش غير كده برضه، ممكن نزحلق فيها البصل، نبشر كده. ما مش زحلية اطفال دي خالص. الاختراع اللي جاي بقى ده من واحد طويل، طويل قوي يعني. لازم يكون واحد طويل هو اللي عمل ده. اكيد المهندس ده طويل فعمل جديد. وده التصميم: اي تي ام للطوال فقط. لو انت مش طويل ما تقبضش في الاي تي ام دي خالص. انا بقول لك اهو. انا مش فاهم ايه كل الطول ده، يعني انت هتحسها كده 4 متر ولا حاجه. مش فاهم انا ايه ده. علشان بقى في مهندس طويل عمل اي تي ام طويله، في مهندس قصير او عمل اي تي ام قصيره قوي. يعني مثلا اي تي ام لو انت قزم روح اقبض عندها، او ايه ده. او واحد تعبان، مهندس تعبان عايز يربع رجله شويه يريح وهو بيقبض، حاجه كده. يا اما قزم يا اما عايز يريح شويه. والتصميم اللي جاي ده هو يعني كان نفسه يبقى تصميم، يعني الإنسانية بقى وحب الناس والحاجات كده يعني. هي إنسانية إنسانية أوي يعني، بس ما كملتش منه. آه. إيه ده بقى؟ هو برافو بتاع يعني شطور، مظبوطة، بس هيكملوا هنا ازاي بقى؟ يعني هيكملوا ازاي؟ ليه اخر 3 سلالم بتذلهم يعني، ولا ايه في اخر 3 سلالم؟ مش فاهم. ايه ده؟ فاكرين انتوا المصمم بقى اللي كان بيكره الاطفال اللي عامل لهم زحلقة المبشرة دي؟ لا اكيد من زحلق فيها البطاطس. هو بقى عمل التصميم ده. قلت لكم والله هو بيكره الاطفال، في مشكلة. يعني حد يقول له يا جدعان، يعني ايه ده؟
برضه لا منشن الى هذا المهندس برضه، دول الاطفال احباب الله. بس يعني مش كده يعني. بس بجد يعني انت لما تيجي تتزحلق كده انت في راسك هتطير تقريبا حاجه دي، وهتاخدها مظبوط مظبوط مظبوط، بعدين شيك، خلاص انت رحت بقى فيها بقى، جيت كده مثلا. مش فاهم عملها ازاي وفكر فيها ازاي دي بقى، غير ان هو عايز ينتقم من الاطفال مثلا. وبس كده يا عبقري، لو عجبك الفيديو قول لي واعمل الجزء التاني. وبس كده يا عبقري، ما تنساش خليك فهمان. سلام.